جنا آزاده جنا خودی فلسفه ربر آبویا یا گو بپرورده یا فلسفه بویا اون جنین آزادن جنین گوش من دیا خواه آزاد کرنه بوی حیاتا بگرن به هفرم لبرکان ببین و به هفره نشان آزادی عملدن Valin valin Sımbalin azadiye hadim Bitireceğim Kahramanın can xelatın Kasedene dünya delane Kasedene cehennem devin Kasedene dünya delane Kasedene cehennem devin Efsana baskofiya Cedilan legeriya دلدارن دحلوقية يا جنا آزاد أم وتواصلات دكن وبخيراتنا ودكن ونحركة استثانين قبريا بيستو حصلان كومبلكي ناف نتوي لسر برما هات ساسكرن كومبلكي قو جيهان حمي ري خورش كر خبيدن كر وخواستن قلن باكور روجلات سوري قلن روجاواي كردستان جي بقرتنا ريبري وي بيدنگ بكن لما چكر ريبري ما چكر اويا بو شاهدش بو ديروكي قو ببرخوداني اقلن باكورو روجلات سوري ببرخوداني وتكوشينا ريبري ما ريبر عبد الله وجلان ايرو روج مع عرش جيهان الارزان لإيصال ببانقا ريبر ابو یا گود سباتا ایسال دست بکر دبین ناوه آشیتی و جواکا دموکراتیک دی ساره بره ما دست به واجوه کریم البته ام جوک شاگرد ویره بره و عین وقت هر کسین و گلن آزادی خواست اف بانک پیشوازی کرن و ایرو روش ام به بانگه گاف بگاف به هلوست به اصرار هر لقادا ام جی بانویگا بانگه دکن و دستک ددنوی بانگه لیبرا او خوش زانبن امی جی پیش بانگوازی لیبرا ابو در نکبن و امی هر لقادا بن و می هر بوی اصرار اگو ما 14 سال شورش خوب بری ببری امی وی اصرار بوی هزه بوی وینه امی بانگا لیبرا ابو بجی بینن جبو وجي تشتي قو انا قو ام اصرار بكن جبو قو ام لايقي بانغاري بر ابو بن جبو قو ام كاري بن ربر خوا جناف دست وان هوا فيزيكي در خينن گركي ام ايدي حري زيادة اصرار بكن و ديسا دنگ خوا هزا خوا بكن يك و ام ما في ويني روا بخازن يك جيجي ما في هيفيه ما في هيفيه يقود قانون دواليته ده زاغون مروواهي دي يقو اساسا دولة تركي تزاغون بجناني وحر قانون جي بالبيكرنن جبوجي ما في هيفيه هيقو بقري برابو داخوازا ما اوه ام ديسا داخوازا ما في هيفيه جبوري برابو دكين بيشتي 27 سالة ما في هيك وما في هدية بقرب جبرقو
اوه گو هیوی دای وی جهانی گشتی اوه گو هیوی دای جن اوه گو پشگیری جنگیریه او لایقی گو آزاد بشی حتی گو آزاد نشی امی نکاربن جباکه که آزاد بشین ما مکاربن به سرک جیان بکن جبولو به سرک جیان نبه و به سرک جی و تجاری آشیتی نه ایوه جباکه نه جباکه باکورو روشلات سوری نه جباکه ناو نتویم هگر ناو نتویم هگر دولت ترکی هگر چه دولت انگو ایرو روش دستی واندوه پیلان و کمپلی هایه اگر بخوازن آشیتی جیان بکن و کبی جیان بکن گرک لبانگا خودی بانگا سرک خودی در کبن ایرو دیسا جی بدنگیشنا کرد بدنگیشنا عرب بدنگیشنا سوریان ام هفر بانکن به سرک جیان نابه ما به سرک هیگو ما به هیوی جیان بکن ما به هیوی بگره همه هزی ناف ندوی دسریده محکمه اروپی گرک خودی لبه قرار خود درکبه قرار 25 سال سرک 27 سال حبس دایم جبوه اما ایدی وکوان قانونی بمشن ام جما فکیمه جی قانون ناف ندوی گو سرک و مافی بدست بگره ایدی ام جی دوی مافی بر نگرن و ام اصرار دکن گو سرک ما آزاد فیزیکی نامت جیان بکن جبو گو ام کاربن بگن جواکه کی آزاد و حتی گو ام سرک خو آزاد جی نکن ام تجاری راحت جیان نکن ام هر لقادابن و هر به هر سامه دتنه خود ببینن جبو تداوی دم رجن آزادی جبوره بر اپو به سرک جیان نابه به سرک جیان نابه جن جیان آزادی لشکر ما کلی منه خوشکا منه برای منه بابه منه دب هفره بیجی برخوادا ناقصده بیجی برخوادا نایبگه نلتقي اليوم في ذكرى واحدة من أشرس الهجمات التي عرفها التاريخ الحديث، المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد الأممي عبد الله أوجلان، والتي بدأت في 9 من تشرين الأول بخروجه من سوريا وانتهت بأسره في 15 شباط 1999 بالتعاون مع منظومات دولية وأرت في مشروعه تهديدا لنظام الهيمنة الذكورية والاستبداد القومي والسلطة القمعية، ولكنهم أخطأوا الحساب. لقد أرادوا إسقاط صوته فتحول صوته إلى فلسفة التحرر، أرادوا عزلته فتحولت فكرة إلى طريقة أممي، أرادوا كسره فتحولت إرادته فتحولت القيد إلى مدرسة للثورة. في داخل السجن ساقط القائد مشروعه الأممي الديمقراطي ليعلن أن المرأة ليست تابعة بل طليعية، وأن الحرية تبدأ عندما تحرر المرأة في كل حال، وأن المجتمع ينهض على أساس العدالة والمساواة والتعدي والأخوة الشعوب. اليوم بينما اتسعت دوامة الحروب وندفع الإنسانية تحت أركام العنف، يقدم القائد مجددا خارطة السلام والمبادئ الثورية في المانفستو الذي أطلقه ليس كوثيقة سياسية بل كعهد إنساني لبناء شرق أوسطي ينهض بكرامة الشعوب ويسقط أنظمة الاحتلال في القمع والإبادة، وعبر مشروعه الديمقراطي تحرر في تقود الإدارة الحرة. السلام الذي دعا إليه القائد ليس سلام الخضوع بل سلام الكرامة، ليس استسلاما للنظام بل انتصارا للحرية، ليس تسوية اشكالية بل ثورة حياة جديدة تصنعها للشعوب والمشاركة رجالا ونساء وكرد وعرب وسريان وأرمن وكل المكونات الحرة. عليه فأن أي عملية سلام حقيقية لن ترى النور دون حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، فإطلاق سراحه ليس مطلبا سياسيا فحسب بل ركيزة أخلاقية وإنسانية وشرط أساسية لترسيخ سلاما عادلا في شمال كردستان يمتد لشمال سائر جزاء كردستان في المنطقة أكملها. يا رفيقات الدرب، يا رفيقات الثورة، نحن لا نحيي ذكرى ألم بل نعلن تجديد العهد. نحن لا نستحضر الماضي بل نرسم ملامح التحرر القادم. الجنم جيانم جخلك